بقى انا اروح اسال على الكيلو يقولوا لي ب 280 و250، وبتبقى خفيفه جدا جدا جدا. وعايزه اقول لكم يعني احنا هنعمل الكميه دي كلها اللي انتوا شايفينها بنص كيلو سمسم بس وكوبايه دقيق. بصوا ما تيجوا نشوف الطريقه. عايزه اقول لكم هقول لكم على كام حاجه كده. لو الطحينه بتفصل منكم الزيت عن الطحينه نفسها هقول لكم تعملوا ايه. بس اهم خطوه معانا، يلا معايا كوبايه ونص دقيق، تمام، ومعايا زي كوبايه ونص فول سوداني ونص كيلو سمسم، ربع اللي هو ابيض مش متحمص وربع متحمص. بس في الاخر حطيت الكميه دي كلها على بعض عشان يا بنات الرطوبه لازم تديلهم كده، يعني تدفى. بس انتوا فاهميني، تدفى ولا اكتر ولا اقل، بسيطه جدا جدا جدا. مفيش حاجه، مفيش معيار محدد. ممكن تحطي كوبايه سمسم اللي هو متحمص وكوبايه سمسم عادي مع نص كوبايه دقيق ونص كوبايه فول سوداني، واهم حاجه الفول السوداني وطبعا الدقيق، تمام. عايزه اقول لكم خام خام خام، يعني قوامها تقيل. انت هتاخدي بس منها معلقه واحده، عايزه اقول لكم هتعملي كذا طبق طحينه اللي هي سلطه الطحينه دي. طبعا طبق الطحينه لازم تكون عندنا الايام دي علشان العيد. كل سنه وانتم طيبين. السلطات والنشويات بقى معاكي ان انتوا تجيبوا الكبه الصغنطوطه دي اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط. احسن ان انت تطحنيها في الخلاط. ليه بقى؟ علشان هتعملها لك بودر. شوفوا لما بتيجوا تعملوا السكر في الكبه بتطحنها ناعم قوي، ما يكونش حبيبات كده. في خطوه مهمه كمان هقول لكم عليها بس مش دلوقتي، وهقول لك تعملي ايه علشان الزيت ما يفصلش منك في الطحينه، تمام. كل الاستفسارات هقول لكم عليها. هتبقى معاكي، بص اللهم بارك. شوفوا انتوا لو لاحظتوا اللون بتاعها لون الطحينه الاصلي الخام، مش انا بشوف ناس عاملينها لونها ابيض قوي، دول بيبقوا مزودينها زيت ومزودينها ميه، بتكون خفيفه قوي. دي معلقه منها زي ما قلت لكم هتعمل لكم احلى شويه طحينه، فاهميني. قلبت بقى كده طبعا بتنزل من المطحنه بتكون فيها زي تكتلات كده من الدقيق بقى على السمسم على الفول وبتاع. انت بتفركيها بايدك كده عادي، ما فيهاش اي حاجه. هنطحن كل الكميه دي مع بعض على طول في الكبه. اهم حاجه هي تطلع معاكي صح في الكبه دي، تمام. وفي خطوه مهمه قوي خلوا بالكم اهي، يعني تكايه بس كده واقول لكم عليها علشان ما تتلخبطوش. بجد ليه نشتري الحاجات دي من بره؟ ده انا عملت منها كميه حلوه قوي. البرطمان الواحد كان نص كيلو اللي انا اللي انا عملت فيه ده، يعني عملت كيلو طحينه. وعلى ايه بقى؟ وهم كده كده بيبقوا مزودينها دقيق، ودقيق بقى كميات مش زي الكوبايه اللي احنا حطيناها دي. طب وعلى ايه؟ نعمل كل حاجه في بيتنا. بصوا بقى، هنجيب الزيت، تمام. عايزه كوبايه زيت كبيره تنزلي بيها الاول في الخلاط وتضربيها. الحركه دي بقى لما تضربي الزيت شويه مده دقيقه دقيقتين كده، الحركه دي ما بتخليش الطحينه تفصل من الزيت، تمام. الخطوه دي مهمه جدا جدا. لو نزلتي الاول بالخليط اللي احنا ضربناه اللي هو السمسم بالطحينه نعمناه وبعد كده نزلتي بالزيت، هتلاقي الطحينه تحت والزيت فوق، تمام. يلا بقى افضلي اطحني، ريحي كده الخلاط شويه وارجعي اطحني تاني. شايفه اللون بقى؟ ده اللي انا بتكلم فيه. لقيتي الطحينه تقيله قوي، تبداي بتنزلي عليها شويه زيت شويه بشويه لحد ما تلف معاكي الخلاط، تمام. بس ما تخليهاش ميه، وفي نفس الوقت تخليها مليانه زيت. تفهميني؟ بصوا عامله ازاي، منتهى الجمال طعمها وريحتها وريحه التحميصه اللي احنا عملناها دي. عايزه اقول لكم جربيها كده، يمكن فيها اختلافات بس بسيطه بس هتفرق معاكي. بصوا بقى، انا ضربت الكميه كلها بس الحته دي ما اتصورتش. قبل ما بعبي الطحينه في البرطمانات بصفيها عشان لو فيها حبيبات صغيره، لو فيها حبه سمسم صغيره انا مش واخده بالي منها. اللي بقى بيتفضل ده ممكن تحطيه في المش، لو عندك برطمان مش تقدري تحطيه فيه. لو انت عايزه بقى ترجعي تضربيهم تاني بشويه زيت براحتك، بس بلاش. انا مش مستحب ان انت لو طلع منها شويه حبيبات كده ولا حاجه ان انت تحطيها في البرطمان، حطيها في المش احسن، ما ترجعيش تضربيها. انا في الوقت ده كنت صفيتها بس المقطع ما تصورش، تمام. المصفى عادي زي اللي هي بتاعت الشاي بلبن، انتوا فاهمين يا بنات، عارفين اللي هي الضيقه خالص دي، تصفي بيها الطحينه يطلع مثلا تكتلات حاجات بسيطه، خلاص ارميها، تمام. اخر شويه بقى نزلتهم عليهم شويه زيت كده صغيرين. وبصوا اللهم بارك على الكميه. البرطمان ده حجمه كبير على فكره، يعني نص كيلو اللي انا هعمله معاكم ده عملت اتنين، عملت منه اتنين. انا بقى شوفي انت لو هتجيبي الربع كيلو والله ما في من بره، ما في منه معلقتين، وغاليه جدا غاليه. ده في اماكن واماكن، انا شفتها في هايبر يا بنات، اللي هي ماركه الهايبر نفسه، هايبر وان. والله العظيم كان ب 400 وحاجه. انتوا فاهميني؟ ليه؟ هي الطريقه، وهي الطحينه اصلا طريقتها كده، يعني ما فيهاش افتكاسات. بتبداي بقى تعبيها كده وتشيليها في التلاجة.
في اي برطمان، في علبه. بس اتمنى ان انتوا تجربوها وتعملوا الكام حركه اللي قلت لكم عليها، بجد هتفرق معاكم. بصوا، تقيلة تقيلة تقيلة، وتحاولوا ان انتوا تبقوا شاطرين. الشطارة مش ان انتوا تخففوها، لا خلوها خام كده، وانتي هتاخدي منها معلقة هتفكيها بالمية، لما تيجي تعملي سلطة الطحينة هترمي معاكي كتير. وبس كده، جربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم.